هاي، أنا إنجي. تعالوا أخدكم في رحلة 300 يوم قبل ما أتم سن ال30. أول حاجة حبيت أبدأ بيها هي جلسة فيشل في أكاديمي شيماء سليم مع بيوتيشن سماح محمد. كان أول مرة أركب أسانسير خشب، كنت خايفة شوية. طبعا بشرتي كانت مرهقة ومحتاجة ان انا اعمل جلسة. استخدمنا كل منتجات نوفيتش. بدأنا اول حاجة بالدبل كلينزنج بغسول وانت. ده بينعم البشرة جدا، مش مجرد بس تنظيف، بيخليها حرير. واستخدمنا اويل كلينزنج من نوفيتش. ده بينظف البشرة بعمق، بيشيل منها كل البيلد اب من منتجات التجميل، سواء ميك اب او اي حتى بيوتي سكين كير. بعدين عملنا بخار عشان نفتح المسام. واستخدمنا اخر خطوة في الغسول غسول برضو نوفيتش، عشان يبقى كده 3 ستابس في الكلينزنج في البداية. بعدين هنا حطينا ماسك لاف نيتشر، استخدمه عجبني قوي، قوامه تقيل، بيرطب البشرة حلو جدا، وفي حبيبات سكراب. بعدين بدأنا نعمل بيلينج لكل الرؤوس السوداء واي جلد ميت. الماسك الساخن ده بقى وظيفته انه بيسيح الدهون والرؤوس السوداء، بيخليها اسهل ان هي تدوب وتطلع. انا عن نفسي بحب استخدمه على طول. وده ماسك فيتامين سي للنضاره. بعد كده استخدمنا الاكوا بين، دي بقى بتعمل تنظيف، بتخترق البشره وتطلع كل الشوائب اللي فيها. استخدمنا سبراي وانت، ده تونر بيقفل المسام وبيدي نضاره للبشره ويخلي الدوره الدمويه تجري. وده ماسك من وانت برضو، بيقشر البشرة وبيرطبها، هي اصلا معمول من التوت، حلو جدا. كده استخدمنا الار اف للتعقيم، نعقم البشرة كلها. ملمسه كان دافي جدا يا جماعة، انا كنت عمالة بضحك، بس بعد كده بدأت اروح في النوم من كتر ما هو بيهديني كده وبيشد لبشرتي، مساج رائع. بصوا رحت في النوم. بعديها مساج تاني بس تبريد بقى، يعني كان ملمسه اسقع. كنت هنا نايمة خالص، يعني في عالم تاني من الهدوء كده والراحة. واستخدمنا كمان جالفينيك لتحفيز الامتصاص، ده كريم العين من نوفيتش، ومعاه كمان سيرم. كل المنتجات اللي بنستخدمها منتجات اوريفليم، منتجات طبيعية 100% ومناسبة لكل انواع البشرة، بتعالج كل المشاكل. ده كريم نهار برضو فيه عامل حماية من الشمس. ده جهاز بقى الالتراسونيك اللي بيشد البشرة، يخلي الجلد كله يتشد مكانه. بعدين استخدمنا ماسك نوفيتش الليلي، ده غني بالترطيب وبيجدد الخلايا بشكل انتوا مش متخيلينه بجد، يخلي البشرة كأنها جديدة. بعدين استخدمنا الاكسجين جين عشان برضو نساعد ان الكريم كله يمتص جوه الجلد، بيعمل مساج خطير يا جماعة، انا كنت بنام بجد والله. وبعدين حطينا صن بلوك بقى عشان نحافظ على كل اللي عملناه ده، عشان كنا الصبح. واحلى حاجه في صن بلوك اوبتيمالز ان هو كمان مضاد للتلوث. واخدين بالكم ان انا نمت خلاص؟ وهنا دكتور سماح بدات تصحيني. هستنى رايكم في الكومنتس، وخمنوا المغامره الجايه هتكون ايه. باي.